شماتة من بعد تصدر خبر وفاة ليلى عبد اللطيف وتوقعاتها رجعت حديث الإعلام والسوشيال ميديا بمليون داهية وكرت وانحرق. هي التعليقات اللي سمعناها من بعد تداول رواد السوشيال ميديا خبر وفاة العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، الخبر اللي عمل نوع من الشماتة عند المتابعين. بس رجعت خبيرة التوقعات ونفت الخبر وقالت انه عبارة عن شائعة وانه هي بأفضل صحة، معتبرة انه هي الاخبار ما هي الا حقد وغيرة، مثل الاخبار اللي بتطلع على الفنانين. فكم مرة قالوا عن عادل امام انه توفى، وكم مرة طلع الشي ذاته على جورج وسوف. طبعا تصدر خبر الوفاة أعاد توقعات ليلى عبد اللطيف للتداول مرة ثانية، والشي من بعد ما صادف ووقع عدد من توقعاتها فعلا. فببداية 2024 ظهرت عبد اللطيف بأكثر من برنامج تلفزيوني وكشفت عن توقعاتها للسنة الجديدة، وتوقعت بوقتها انسحاب الرئيس الامريكي جو بايدن للانتخابات الرئاسيه بامريكا وتصدر سيده للمشهد الرئاسي والسياسي. وفعلا هالشي صار، فانسحب بايدن من الانتخابات الرئاسيه وتم ترشيح نائبته كامالا هاريس لخوض الانتخابات الرئاسيه المقبله. وتوقعت محاولة اغتيال أحد الرؤساء إلا أنه هالمحاولة تبوء بالفشل، والشي فعلا صار مع ترامب بمحاولة اغتيال بولاية بنسلفانيا وفعلا باءت بالفشل. كمان لمحت ليلى عبد اللطيف بتصريحاتها عن اغتيال شخصية عربية بارزة بالوطن العربي، وفعلا تم اغتيال اسماعيل هنية بطهران. أما على الصعيد العالمي فتوقعت ليلى عبد اللطيف أن مطارات بعض دول العالم رح تشهد حالة من التوقف لبضعة أيام. وفعلا بشهر 7 الماضي شهد العالم حالة من الارتباك والتوتر بعد حدوث تعطل تقني ضرب عدة مطارات حول العالم. أما على الصعيد الفني فبعد إعلان شيرين عبد الوهاب خطوبتها لأحد رجال الأعمال، تداول المتابعين فيديو لليلى عبد اللطيف مع الإعلامي عمرو أديب. توقعت في عدم عودتها لطليقها حسام حبيب، وإذا رجعت فرح تتركه من جديد، وقالت إنه شيرين أمورها رح تستقر ورح ترجع أقوى من قبل، وهالشي فعلا عم نلمسه بآخر فترة. أما الحدث الفني الأبرز لهي السنة كان هو صدق تنبؤاتها بانفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز، فأثارت عبد اللطيف ضجة كبيرة من بعد توقعات طلاق الثنائي، وهالشي ببرنامج مع نيشان اسمه أنا هيك. النقاد بيقولوا إنه التنبؤات هي جزء من أجندة إعلامية تهدف لصرف الأنظار عن القضايا الأكثر أهمية. والبعض مننا بيقول انه توقعات ليلى عبد اللطيف هي مجرد تنبؤات ما بتستند لاساس علمي، وكتار بينتظروا اخبارها لا يعرفوا شو راح يحمل المستقبل، ليكون الزمن هو الفاصل والحكم بدقة هي التنبؤات. وانتو خبروني شو رايكم ومن اي فريق بالتعليقات على صفحة اوركيديا.